يا مساء الخيرات، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول شعبان وخلاص هانت، فاضل كام يوم؟ 30 يوم ان شاء الله ويهل علينا شهر رمضان. يا رب يبلغنا رمضان جميعا بالخير واليمن والبركات، ويكون شهر خير علينا كلنا. الفيديو بقى النهارده مش في المطبخ خالص، يعني قلت بقى اغير واخدكم معايا كده في جوله. يعني بصراحه بقالي كتير جدا جدا نفسي انزلها. جوله السوق بتاع درب البرابره. طبعا انتوا اكيد عارفينه. انا بحبه جدا، بحب انزله قوي، بس دايما بحب انزله في وقت كده اللي هو زي وقتنا هذا، يعني وقت قبل رمضان بشويه، فيها بقى عارفين بقى اجواء رمضان وانتوا ماشيين كده في الشارع. هو شارع صغير وكل حاجه، بس قد ايه اجواء الحلوه الجميله اللي بتحسسنا بايام رمضان الحلوه. ربنا يا رب يعودها علينا جميعا. فقلت بقى يعني مش هعدي الفيديو ده ابدا، او النزله الحلوه دي. قلت بقى لازم اصور ونشوف كده مع بعض الحاجات الحلوه ان شاء الله هناك. يلا مع بعض نشوف جولتنا. هوصف لكم بقى المكان اللي انا دخلته بالظبط. اول حاجه شارع درب البرابره هتدخلوه، بعد كده اول يمين على طول، اول يمين شارع طويل فيه حاجات كتيره جدا. ده اول حاجه قابلتني، الحاجات الانتيكات، الحاجات بتاعه رمضان، الصواني، الاشكال اللي انتوا شايفينها دي بتعلق على الحيطه، بتعلق على عمود. ممكن في مدخل باب الشقه، يعني اشكال كتيره جدا وحلوه قوي. بصوا الاسعار ما سالتش كتير عليها بصراحه، سالت على حاجات معينه هقول لكم عليها دلوقتي. دي شركه اسمها الانوار الحديثه، هو ده المحل. اول يمين على طول هتلاقوه على ايدكم الشمال. فبجد عنده شويه حاجات حلوه جدا. بصوا كمان اللي لفت نظري الفازات الصغيره، بصوا قد ايه شكلها حلو ومختلف طبعا غير الاشكال اللي هي التقليديه. بصوا بقى الحاجات دي تتحط مثلا في المطبخ، تتحط على على النيش اللي هو بتاع السفرة. بصوا يعني بس ما بحبش الصبار في البيت مش لطيف، حتى لو كان يعني جوه يعني لو حتى صناعي، صناعي او اللي هو النبات العادي. يستحسن بره البيت خالص، في جنينة في بلكونة. آه، قد ايه بصوا الشكل بتاع الفوانيس بتاعت رمضان حلوة قوي مختلفة، حط فيها شمعة وتولعوها، شكلها حلو قوي. آم، انتيكات حلوة برضو. بصوا الاسعار دي زي مثلا بنقول من رينج 250 وطالع تمام. لكن ما سألتش عليها قد ما انا يعني كان عاجبني كام حاجة كده، سألت عليها هقول لكم عليها دلوقتي. ده فانوس يعني بس مش قد كده، عامل 140 جنيه. يعني مش لطيف قوي، بس اللي بعديه احلى كتير كتير كتير، وشكله حلو قوي، شكله التقليدي بتاع زمان وفي نفس الوقت مغيرين فيه شويه. كنا بنسأل على علب المناديل اللي هي الإكريليك. أحلى كتير وأشكالها مختلفة وحلوة، يعني غير شوية أو مغيرة شوية عن الخشب. فأسعارها من 440 450. بس خلي بالكم برضو بتتكسر يعني أو بتتشرخ، فخلي بالكم اللي بيجيب الحاجات دي برضو يحافظ عليها على قد ما يقدر. الحاجات دي بتحط على مكتب، بتبقى هدايا مكتب حلوة برضو قوي. اشكال كتيرة. بصوا ده اللي انا عجبني ب 440. بيبان جوه بقى المناديل، بيبقى شكلها برضو كلاسيك وحلو قوي. عارفين حتى لو ما اشتريتوش، عايزه اقول لكم قد ايه راحه نفسيه وجميله. اشكال علب المناديل منها الذهبي او السيلفر، وكمان اشكال تانية مختلفة، في بونبونيرات ب 300. طبعا اللي سألت عليه اكتر حاجة اكيد انتوا عارفين هو الكمانجة. كان قال لي 300 تقريبا. ولو يعني فصلت معاه شوية ممكن ينزل معايا شوية. عيني دايما بتروح على حاجة الموسيقى ايا كانت، يعني الحاجات دي اشكالها برضو حلوة جدا جدا. يعني عارفين لو في كورنر كده في البيت بتحط فيه الحاجات دي، بتدي كده ايه يعني فخامة شوية في المكان. اشكال وانواع كتيره بقى وكده. دي طبق فاكهه شيك وحلو، يتحط على السفره بيبقى شكله حلو، وفي بونبونيره جنبها. يعني اشكال كتيره قوي زي ما ايه قلت لكم، الواحد بيحب يروح يمتع نظره كده في حاجات جديده. اما بقى حاجات رمضان انتوا عارفين فنانيس يعني مشهوره جدا، وبصراحه ما بتبطلش، يعني ما بتبطلش خالص من سنه لسنه.
الطبق ده كبير على فكرة، يعني في الكاميرا واضح ان هو صغير بس لا هو كبير. عامل 200 جنيه، فممكن يتحط فيه بلح، يتحط فيه مثلا اي حاجة من الحاجات اللي هي بتاعت التمر وكده والحاجات دي. يعني الواحد ممكن يستغله يعني استغلال حلو كده على السفرة، ويبقى شكله حلو ساعة الفطار. اشكال بقى منه كتيرة جدا، منه ميداليات كمان اتحط كده في ميدالية المفاتيح، حاجات حلوة قوي. بصوا هوريكم كده كمان اشكال تانية كتير. الاسعار عاملة من 140 150 ولحد 200 جنيه تقريبا، وممكن اعلى، كل ما بيكبر كل ما سعره بيزيد. بس بالنسبة لسعره في الحجم اللي انا شفته مش غالي. بعد كده مشيت شوية قدام، طبعا عارفين بقى كأني دخلت جنينة كلها شجر وحاجات، كلها طبعا صناعي بس بجد من اشكال تختلف كتيرة قوي، وكان شكلهم حلو قوي قوي. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا يعني استمتعتوا شوية بالجولة الحلوة دي، جولة صغيرة وكل حاجة مش هطول عليكم. اسيبكم بقى مع المقطع الصغير الاخير خالص من شوية النباتات الحلوة اللي كنا بنشوفها. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، يلا باي باي.